بدك تغني شيء متمكن منه. مالك يا ما بين استرجي غني عم راغب ابوها الزره. انت قلت لا بدي مثل. وانتي ما دخلش اغني ولا امثل، انا حر. السلام عليكم، معاكم محمد الوادعي من اليمن. رقمي في الأيدول 3333. نرجو منكم التصويت. الذي أعجبه يصوت لي، والذي ما أعجبش طز، مش احنا فيه فضل حد، وبيني وبينكم ما عاد بيش حلا في شيء. تعال يا حبيبي، تعال. حياكم الله. حياك الله السدرات. اسمك ايه؟ اسمي محمد الوادعي من اليمن. عمري 33 سنة. أعمل طالب في الدراسة، وفصيلة تمي زايد 5، ومن مواليد صنعاء. طبعا أنا معجب بالبرنامج هذا، ومعجب بشخصكم الكريم يا سدرات. حياك الله يا سدرات. انت عندك مواهب في كذا حته، يعني خلي بالك برضو دي شكلك فنان شامل. طبعا انا فنان وبرضه ممثل وسباك وعلى فكره يا سدرات، اذا مثلا نفسك اسوي لك ديكور في البيت حقك ولا شيء اهلا وسهلا، ما نقصرش معك. وداري ابو يمن، يعني اي حاجه نسويها. وبصراحه انا معجب بلجنه التحكيم. حياك الله على السدرات، حياك الله. وكمان الاخت هذه اسمها احلام. حياك الله يا اخت احلام. وانت ايش اسمك؟ والله ما انا داري باسمك لكن حياك الله. وليه حبيتي تغني؟ يعني يا اخي بصراحه انا الشوقع فنان مشهور. سامع الفنانه اسمها هذا غريسه، والفنانه رنسي عرجم. يعني بصراحه اخي انا احب الفن، ويعني اموت في الفن. يلا شو بدك تسمعنا؟ بصراحة أحب أسمعكم أغنية الأماكن. طبعا أغنية الأماكن من كلماتي ومن ألحاني، وبصراحة أنا هديتها للفنان محمد عبده، وكان لي الشرف أن الفنان محمد عبده غنى هذه الأغنية. وكما تعلمون الشهرة التي حازت عليها هذه الأغنية. وبصراحة يعني يا أخي ليش تقولوا لي أنتم ليش ما غنيت أنا؟ يعني أنا أقول لكم ليش. لأن الفنان محمد عبده يا أخي إنسان ذو إحساس، و يا أخي القصبة هنا عنده حشربة. يعني لما يغني أغنية وعندها الحشربة هذه تعطيه جو ذو شجون وآهات. فطبعا كما تعلمون أن لكل شيء أصل. أنا أصل الأغنية هذا، وأرجو منكم أن تسمعوا الأغنية من المصدر. اسمعوا الأغنية وإن شاء الله تعجبكم. وطبعا هذا سر ما حد يعرفه. طيب نبدأ. الأماكن كلها مشتاق لك، والعيون اللي نرسمت فيها خيالك، والحنين اللي بزرع مصابي وجالك، ما مسانا حبيبي الأنا. تكفون يا جماعة، تكفون رجاء. قولوا له يبطل يغني، لأن بعد دقيقتين بقيت نفسي بني. الله علي. كيف؟ ايش رايكم؟ حبيبي انت بدك ترجع، بدك تغني شيء متمكن منه. مالك يا ما بين استرجي غني عم راغب ابوها الزره. انت قلت لا بدي مثل. وانتي ما دخلش اغني ولا امثل، انا حر. مين بقى وانت مع الي كالي
من يقولوا لكم قوم اضواء. أنا اليوم في هذا المقطع أبرأ إلى الله عز وجل وأبين لكم أمر مهم جدا حول معنى هذه الكلمة. كلمة آيدول هو بمعنى معبود أو صنم أو وثن أو طاغوت. يا أخي إيش فيها؟ معبود العرب بس. بس هو راسش ما عاد شيء. المعذر يا شيخ، أنا عاد أخليهم لك الآن يعتذروا قدام العالم. هذه كلمة يعني ليست غريبة علي والله الحمد، ولكن أحضرت المصادر حتى تصدق إن شاء الله. ناخذ أول كتاب وهو كتاب ويبسترز. هذا الكتاب يرجع إليه الأمريكان وليس خاص في تعلم اللغة الإنجليزية، إنما هو يرجع إليه الأمريكان. كلمة idol هنا يقول an image of a god used as an object or instrument of worship. يعني هي صورة إله أو شيء جماد أو مصنوع من أداة للعبادة. هذا القواميس الكبيرة. روح القواميس الخاصة في تعليم اللغة الإنجليزية أو تعلم اللغة الإنجليزية كتاب خلاص يا شيخ، أنا بالنسبة لي مصدق لك من غير أي كتب ولا قواميس. ومش غريب على بعض القنوات يجيبوا من التفاهات هذه. والذي ما بيش معه لا كتب ولا قواميس يدخل ترجمة جوجل واكتب فيها الترجمة عرب آيدول ويشوف ايش معناها. تمام. تعرف شو؟ يلا انا اشيكم تعتذروا الان. وين دي اعتذار؟ 1 2 3. هاي طيب، ما دام ان البرنامج فيه مشاكل في التسمية، ليش ما تسموا محبوب العرب؟ ليش عدل عرب آيدول؟ ليش؟ أنا أقول لك ليش. لأن البرنامج عندنا يتكون من ذكور وإناث، وبالتالي فإن كلمة محبوب العرب قد لا تكون مطابقة 100% مع طبيعة الفائز أو الفائزة. فهمتوا يا جن ولا فهمتوا حاجة؟ أنا فهمكم. نفرض مثلا أننا سمينا البرنامج محبوبة العرب، وبعدين دخلنا في الجد، والذي مات والذي دوخ وفي الأخير يطلع لنا الفائز ذكر. هل يعقل بأن نسمي طيب تقولوا لي أيش المطلوب؟ أنا أقول لكم أيش المطلوب. لا أحد يصوت برسالة نصية للمتسابقين، لأنكم عندما تقومون بذلك فإنكم تقومون بدعم البرنامج، وبالتالي فإنكم تشاركون في الإثم. وبيني وبينكم بدل ما تصوتوا للتافهين هؤلاء كان تصوتوا لعبد رب ومنصور هادي. فهمتوا؟